بطل الحكاية. كل حكاية بيكون ليها بطل، وانتوا اتعودتوا دايما ان البطل يكون هو الدكتور، لكن النهاردة انا جاي لكم بقصة مختلفة. هيكون البطل فيها هو العميل اللي خاض تجربة زراعة الشعر. معاكم دكتور عبد الرحمن الهلالي من مركزكم لHC، وده برنامج بطل الحكاية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بخير. احنا دايما متعودين من البودكاست ان احنا يبقى بطل القصة هو الدكتور. النهاردة احنا قررنا نعمل الموضوع ده بس بقصة مختلفة تماما. هيكون بطل القصة بتاعتنا هو شخص عمل عملية زراعة الشعر وظاهر معانا النهاردة وهيحكي تجربته. ازيك يا دكتور محمود؟ ازيك يا دكتور؟ اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بعد 8 شهور اتقابلنا. ايه رأيك؟ يعني اختلاف طبعا، واحد تاني اختلاف. احنا عايزين بقى النهارده ندردش بقى، نحكي بقى. انا مش عاوز انا اللي اتكلم، انا هسألك وانت اللي ترد وتقول للناس بقى الدنيا فيها انا ايه. معاك في اي حاجه. البداية بقى، انت يعني شكلك كان عامل ازاي قبل العملية؟ يعني شكلي طيب هوريك انت الصوره. مجهز الصور كمان؟ هوريك الصوره ان شاء الله. مش عارف بقى الكاميرا هتجيبها ولا لا. هنا هنا اهي تمام. ده كان شكلك قبل العملية؟ قبل العمليه كان في شهر 4 2024. يعني بقى لنا تقريبا 8 شهور بالظبط. 8 شهور بالظبط. ما شاء الله. بص، هي البدايه كانت طبعا الموضوع كان بيبقى صعب، وبالذات ان في يعني خلاص الناس اللي بتشوفني بتديني سن اكبر من السن بتاعي. وبدات ادور على الاماكن او الحلول اللي هي تديني يعني حل في حته شعري ده. بدات طبعا ادور على مراكز والسنترز والكلينكس اللي هي بتزرع، ومرورا بقى ببدايتها طبعا اللي كان واخد وقته ترند التركيه. وبعدين نزلت من تركيا شفت القاهرة، لأن الأسعار في تركيا كانت بالدولار، واحنا عارفين الدولار قاعد يزيد بالظبط بالظبط. وبعد القاهرة يعني بدأت أسأل ناس حواليا. كان في حد من أصحابي قريبه خاله يعني، وكنتوا انتوا لسه برضو يعتبر في البداية من زمان شوية. وكنتوا عاملين اوفرز، وكانت المعرفة من هنا. بدأت اخد الفيدباك من شخص خاض التجربة بالفعل. بالظبط. والموضوع اتأجل شهر في التاني في اللي بعده لغاية ما خدت بقى القرار، لان الموضوع كان بقى صعب خالص يعني. دي كانت صورة ريسنتلي كده أخيرة. وجيت كان في نهاية رمضان. صحيح. وبعدين انا كنت جاي اكشف. انا فاكر يوم انت كنت جاي كده اتفاجئت، قعدنا نتكلم كده يلا الاسبوع الجاي يلا كنت جاي اشوف بس الدنيا ماشيه ازاي، عشان لو كده بقى بعد العيد نبقى نشوف القصه. انت قلت لي اول الاسبوع الجاي على طول، اللي كان بعدها ب3 ايام. حصل صحيح. خدنا القرار. جيت مع التيم طبعا، الاستقبال، طريقه التعامل، يعني يوم ما تحسش فيه اصلا بان انت جاي تعمل عمليه. لا، انت يوم جاي يوم فريش عادي جدا، وضحك وهزار وكان في يعني الكالتشر كانت لطيفه جدا يعني. الحمد لله. بس قعدنا 6 ساعات 7 ساعات. خدت بعضي وتوكلت على الله. جيت بقى بعد كده بقى الشعر وقع بقى ودخلنا مع بعض. بس الدنيا كانت كويسه يعني زي الفل الحمد لله. طيب انا في مره جالي عميل، بما انك قلت تركيا، هو كان زارع قبل كده في تركيا خلاص، وكان جاي عاوز يزرع حواجبه. انا بفتكر القصه بتاعته فبحكيها النهارده. فهو قال لي كومنت يعني ما بنساهوش من يوم بصراحه. قال انا ما كنتش متخيل ان في المستوى ده في مصر. انت لما جيت المكان اول مره، هل فعلا لمست المكان كويس، مكان نظيف ولا؟ بص، انا كنت متوتر جدا وقلقان بشكل كبير جدا يعني. اولا فكره الهير لاين ده كان فارق معايا جدا، لان طبعا ناس كتير بتزرع بيبقى معروفين يا بيبقى معروف بالهير لاين ده زارع. ما هو احنا بنقول للناس دايما ان يعني الناس لما بنيجي نتكلم عليه نقول هو the art of hair transplantation، فن زراعه الشعر. بالزبط. والفن اصلا بيحتاج قدر من الابداع. في ناس بتعمل خط الشعر بالليزر كده زي المسطره،
يعني انا شخصيا بتضايق لما اشوفه بصراحه. لو يعني تفتكر انا سالتك برضو على على الليزر ده يوميها، انا قلت لك ما بحبوش. بالظبط، انا قلت لك ما بحبوش، انا فاكر. فطبعا انا كنت قلقان جدا. والموضوع طبعا دلوقتي يعني انا في الناس اللي عارفاني عارفه ان انا خلاص في اختلاف، ما كانش فيه وبقى فيه، فاكيد في حاجه يعني ما في يعني دول اللي عارفينك اكيد بالظبط. انما اللي لسه بيعرفني واللي لسه بيشوفني قبلك لاول مره لا يعني لا ما يعرفش خالص ولا في اي كومنت على اصلا فكره هير لاين او كلام من ده خالص. يعني في معايا في البيت والله ما كانوش عارفين. سبحان الله. استاذ اخوك قاعد بره هو كانش واخد باله. حبيبي زحمه والله. بس فلا يعني دي كانت مهمه جدا. كان في فلكسبيليتي بشكل كبير جدا، ان انت يعني بتاكسبت وبتسمع يعني سواء الكيس اللي قدامك عايزه توصل لايه، الهير لاين بتاعها عايز يعني شكله يبقى عامل ازاي. يعني كان في اختلاف بيني وبينك في حته انت عايز توسع وانا عايز لا صحيح. نفس انت كنت عايز تعلى اكتر. بالظبط. فكان في اكسبتنس في الموضوع بشكل كبير جدا. يعني بعدين يعني واحنا كنا بنزرع انا فاكر ان مع الاقتطاف يعني احنا كنا رسمنا على العالي شويه. مش هنسى والله يعني قاعد اللهم صل على النبي ما شاء الله. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي. لا انت تقوم لي بقى غيرنا الرسمه لان العدد ما شاء الله طلع معانا كنا كويس. متفقين على 2500 ل 3000 عندنا 3000 انا متذكر 3250 جرام ما شاء الله. فكان يعني مدينا براح شويه 2600 2800 ما شاء الله 3000 اللهم صل على النبي. لغايه ما وصلنا 3250 وظبطت الرسمه. وفي اكيد مرحله ثانيه عدلت لك انا ساعتها الهير لاين وانت كنت واحنا جوه العمليه كنت انت متردد جدا ساعتها. كنت عايز لا قاعد اقول لك لا خلينا نفس اللي قال لي. قلت لي لا في لسه. بس انت حاسس ان القرار ده كان افضل؟ طبعا يعني كان احسن. نقطه ثانيه بقى، احنا دايما بنقول ان اللي بيزرع شعر فيه 3 احتمالات. بيقول لك انا هزرع واخس واتجوز. خلاص انت دلوقتي خسيت صح ولا لا؟ زرعت وخسيت بس لسه ما اتجوزتش. هل فعلا الزراعه كانت حافز ليك ان انت تخس ولا هو التغيير يعني جه ازاي؟ لا بس دي حقيقه. تغيير الشكل بيخليك انت يعني يعني عامل السن فرق. انت كانت الناس بتديك عمر اكبر من عمرك، فدلوقتي لا. يعني في حد من اصحابي قابلني وانا داخل عليه بسلم برضو كان في فتره غايب ومسافر. لا بعد الزراعه خلاص بقى. يعني هو كان في فتره غايب فيها وسافر وما شفتوش، فداخل عليه قال لي نتيجه الثانويه العامه ظهرت ولا. طبعا نوع من انواع اللي هو يعني ما شاء الله ان انت صغرت في ما شاء الله. النفسيه بتختلف بشكل كبير جدا، بشكل يعني 180 درجه زي ما بيتقال كده. بتخليك تركز على حاجات تانية، على صحتك، على انا كنت زايد خسيت ما يقارب 25 كيلو. فدي حاجات لايف تشينج عموما يعني. بالظبط يعني بتساعد اي حاجه عموما. حتى يعني مش برضو يعني مش بنتكلم على الشعر بس، هو دي حاجه بالنسبه لي كانت هي اللي يعني هي اللي غيرت بوينت بالنسبه لك. بالظبط. فدي كانت مهمه جدا. اخر حاجه بقى بالنسبه للناس، هل تجربه العمليه كانت صعبه فعلا؟ انت قلت من شويه انك كنت قلقان. هي الصراحه ولا لا الصراحه يعني مش مشكله نص يعني لا يعني انا كان بالنسبه لي اول 10 ايام كانوا مقدريني يعني. بص هو دايما انا بقول للناس ان صعوبه العمليه بعد العمليه لكن العمليه نفسها لا العمليه نفسها لا عادي يعني. كان يوم ظريف وقاعدين نهزر. التخدير كان مش صعب يعني الناس الجميله اللي هي كانت بقيه التيم ابراهيم وسامبو ورجب منورين يا شباب منورين بجد والله. لا يعني الناس دي كانت روحها حلوه. كنا في رمضان فاللي كان صوته حلو في القران فقرا قران. فيعني لا شوف انت قلت ان احنا كنا في رمضان. لا الدنيا كانت كويسه. فطرت؟ لا ما فطرتش عادي. اليوم يعني كان خفيف خالص ورحت فطرت في بيتك والدنيا زي الفل. لا نمت بصراحه بس انا اقصد يعني احنا كنا زارعين وانت صايم وكان الموضوع ما كانش متعب خالص يعني الزراعه في رمضان صعبه؟ لا خالص انا قرار كنت واخده في رمضان. ما شاء الله. يعني تجربه الزراعه اوفر اول بالنسبه لك كانت عمليه فعلا مش صعبه. ممكن التعليمات بعد العمليه اللي كانت سخيفه بالنسبه لك، فكره النوم على ظهرك وما تتقلبش والكلام ده وما تتقلبش هي دي اللي كانت تجربه بقى جرافتات. انا خبطت انا ولا ايه قلبت القصه دي. لا كانت 10 ايام كانوا صعبين. كان برضو فتره 10 الاواخر التراويح فكنت بصلي يعني زي ما انت قلت لي بالظبط على كرسي. فده خلاني اشوف ناس ورا، ناس كبيره في السن، عالم تاني ورا. سبحان الله. طب ما هو تجربه جديده برضه. تجربه جديده. انا كنت بقعد اصلي معاهم يقولوا لي الف سلامه على رجلك رجلك هم مش فاهمين حاجه اللي ما يعرفش يقول عدس بقى شعري يقولوا لي امشي يالا اطلع بره كده. والله طيب
تنصح الناس بالزراعه؟ لو الموضوع مسبب لك، انا عادي، انا فرانكلي بقول الموضوع كان مسبب لي ان جيت في سن بدري شكلي اتغير بشكل كبير. لو هو مسبب لك ايشو في حياتك عموما، لا خد الخطوه وما ما تترددش وعادي. تحب تقول حاجه بقى لينا كدي اتش سي؟ لا بتمنى لكم بجد التوفيق، التغيير للاحسن. انا يعني في خلال ال8 شهور اللي انا قضيتها معاكم بشوف تشينج، وانا بنبسط جدا للي بيشتغل عشان يعمل تشينج بشكل كبير. انتوا عملتوا تشينج كبير، بتمنى ان يبقى مش على مستوى المنصورة او الدلتا او مصر بس، لا كمان تطلعوا بره الخليج ويوروب وفي كل حتة، وما يبقى مصر يبقى البودكاست ده بقى نقطة الانطلاق ان شاء الله. ما تنساناش يا باشا عملت بلوك خلاص يا دكتور محمود. حبيبي يا دكتور محمود والله شكرا كده على الحلقة الجميلة دي كده ويعني اتمنى انك تكون استمتعت معانا في البودكاست الظريف ده جدا والله. ده حقيقي. شكرا يا دكتور محمود حبيبي.